تعرف ان الايربودز ممكن تخليك تفقد السمع بشكل نهائي؟ لو بتستخدم ايربودز او ايرفون لفتره طويله فانت معرض انك تطرش حرفيا. النوع دوت من السماعات واللي بيتحط في القناه السمعيه بشكل مباشر، بالتالي الصوت اللي خارج منها بيكون قوي ومركز جدا. لو فاكر ان اي جزء في جسمك بيشتغل بسهوله فاحب اقول لك لا، عمليه السمع مثلا علشان تحصل فبتتم مجموعه من العمليات المعقده، من اول وصول الصوت للطبله بعد تجميعه في الاذن علشان الطبله تتهز وتنقل الموجات ديت لثلاث عظام دقيقه موجوده جوه، واللي بينقلوا الموجات ديت للقوقعه واللي موجوده في الاذن الداخليه. الشعيرات الدقيقه ديت بتتهز وبتحول الحركه لموجات كهربائيه بتتنقل عن طريق الاعصاب علشان توصل للمخ ويبدا يفهم الاصوات اللي انت سمعتها ديت. طيب وبعدين فين المشكله؟ مفيش. وصول الصوت بدرجه قويه جدا ممكن فجاه يدمر الشعيرات ديت وبالتالي ما تسمعش تاني في حياتك، كأن بالظبط عندك جهاز جات له كهرباء عاليه ومفاجاه واتحرق، بعدها ممكن تفقد السمع حرفيا. علشان كده حاول ان مستوى الصوت فيها ما يعلاش عن 60% وحاول تستخدمها قليل، ويفضل انك تستخدم السماعه الخارجيه وبرضه ما تعليش الصوت بتاعها. واخيرا حاول ما توقفش